سلام. مش كلهم بتوع مصر. بسم الله. مش كلهم بتوع ما احنا بنقدم مين يعني؟ يا امي يا امي انت الوشات يا امي. يا ابني هو الدين بس اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو كنت فيه معاكم. عايزاكي يا قمر لو انت اول مره تشوفيني تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وزي ما انتوا شفتوا كده في مقدمه الفيديو، ايوه فعلا انا جبت الكتاكيت، بس عايزه اقول لكم ده اغلى كتكوت جبته في حياتي. الاسعار جباره، وطبعا غصب عني اتاخرت، كنت مستنيه ان اسعارهم تنزل عن كده بس لا محاله، فجبت في اخر توقيت. عايزه اقول لكم انا ممكن كمان اول 5-6 ايام او اول اسبوع في رمضان ما استعملش منهم، استعمل من الاسبوع التاني، واول رمضان ان شاء الله كده عليكم خير هشتري من بره، لاني طبعا اللي عندي دول هيكون عمرهم صغير ووزنهم صغير، مش هينفعوا ان انا استعملهم في اول اسبوع خالص. عايزاكم بقى يا امارات تعذروني على التاخير اللي انا بتاخره في تصوير الفيديوهات. عايزه اقول لكم التاخير ده بيزعلني وبيضرني اكتر ما بيزعلكم، لان ريتش القناه بتاعي كل ما بيطلع اتاخر الدنيا تقع معايا تاني، فبيأثر معايا بالسلب في القناه وبيخلي اللينك بتاع القناه يقع، فما بيبقاش فيه مشاهدات، وطبعا بحس ان مجهودي كله راح على الارض. فطبعا الموضوع ده بيضايقني لما ببلقيش مشاهدات على الفيديو. تعالوا بقى نخش في الفيديو وتشوفوا الحوسه اللي اختكم فيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بركب باب العصاره، لاني فجاه كده لقيت العصاره وقفت ومش عايزه تلف نهائي. فانا طبعا نوعا ما بفهم فيها شويه، فقلت يمكن الفرامل عشان الباب مكسور مش مظبوطه مع الحساس، فيمكن عاملين مثلا قفله او في حاجه. فقلت خلاص انا هنزل اشتري باب ليها واركب الباب الجديد اللي انتوا شايفينه كده، وانا بركبه تركيبه سهل جدا مش صعب خالص معايا، وطبعا انا متعوده على الموضوع ده. بس لقيت الموضوع اكتر من الباب بكتير. لقيت الموضوع ان الموتور بتاع العصاره اتحرق معايا، وعايزه اقول لكم ده عمل لي مشكله وازعاج كبير جدا في البيت، لان طبعا احنا عارفين غسيل الشتاء بيبقى ممل معانا ازاي وبيبقى كتير معانا، وطبعا هو غيار يوم واحد بيعمل معاكي غسله ومنشر كامل. انا هنا بعرفكم ان انا ركبت الباب، والباب لما بتشتريه مش بيبقى فيه الجزء الملون ده معاه، انت بتخلعيه من الباب القديم وتركبيه في الباب الجديد معاكي، وانا خلعته كده. هو خلعه بيبقى ممل شويه، بس في الاخر خلعناه وركبناه في الباب الجديد معانا عشان يبقى الباب موجود بشكله الكامل كده معاكي في قلب الغساله. وطبعا بعد ما ركبته قلت خلاص الحمد لله ربنا هيسرها، والغساله هتبدا تلف معايا وتبدا تعصر معايا العصاره. لقيتها مش راضيه تماما تعصر معايا اي حاجه، وطبعا زي ما انتم شايفين انا كنت حاطه دور غسيل كده في الغساله ومتضايقه جدا ومش عارفه اعمل ايه. فانا لما نزلت جبت الحاجات اللي انا جبتها اللي هو باب الغساله، جبت معاها حبال غسيل كده زي ما شفتم، لان الحبال بتاعتي دي دابت قوي. طبعا كتر خيرها، الحبال دي نوعها حلو قوي، انا كنت حطاها من 2018 وانا حطاها على المنشر معايا، وبصراحه استحملت معايا كتير. فبدأت طبعا لان انا اللي كنت بربطها برضو المرة اللي فاتت، وانا متعودة بصراحة ان انا اللي بحاول اعمل شغل بيتي بنفسي، لاني طبعا انا لما بعتمد بصراحة يعني على اي حد تاني بحس ان شغلي ما بيخلص. فانا متعودة عادي ان انا ببدأ يعني بعمل حاجتي بنفسي، فانا بعرف اربط الاحبال دي، فجبتها حبال جديدة وهربطها. بس عايزة اقول لكم نوعية الاحبال القديمة اللي انا بقطعها بالسكينة دي دلوقتي متماسكة وجامدة عن نوعية الاحبال اللي انا شاريها، رغم ان هواها بس تحس ان الجودة بتاعتها قلت خالص، ورغم ان سعرها يعني غلي عن ما كنا زمان. يعني انا القديمة دي كنت جايباها ب7.5 اللفة، دي انا جبتها ب17.5. فهبدأ افك القديم كده واشيله معانا عشان كتر خيره، ركب معانا كده تقريبا 5 أو 6 سنين، من 2018 كده ركب معايا، فانتوا احسبوها بقى.
هو النوع ده كده اللي انا بحبه معايا، بيبقى جميل جدا معايا وبحس ان شكله حلو. ما بحبش الحبال السلك المعدن، بحس ان هي بتصدي، ولو في كهرباء موجوده تحت معاكي او حاجه بتكهربك، فما بحبهاش بصراحه معايا. انا بجيب النوع ده وببدا اربطه على قد ما بقدر، وبيبقى متماسك وبيبقى حلو معايا. وطبعا انا المره دي ضيقت الحبال عما كانت، انا كنت موسعه في الحبال القديمه في الرابطه، كنت موسعه ما بين الحبال عشان الغسيل يتهوى براحته، بس لقيتها مفيش فايده، مش هتفرق كتير، لان كده الغسيل بيبقى معصور، فانت بتبقى حاطه لي التهويه بس. فهنا ربطتها ضيقه شويه ومساحات قليله شويه، فعشان خاطر تاخد معايا كميه غسيل كتير قوي في المنشر. طبعا انا اللي عماله اروح شمال ويمين واناول نفسي، وبدات ان انا اشد على قد ما اقدر، وربطتهم وكانوا معايا بصراحه حلوين. ولقيت برضو في مسافه هتشوفوها في الاخر محتاجه ان انا اجيب ربطه تالته واكملها على الحبال ديت تبقى معايا. انا ربطت بالظبط 9 حبال. وطبعا بدأت ان انا اروح اشوف الغسالة، ان العصارة تلف يا ستي يهديكي يرضيكي لفي، ابدا حلفت ما هتلف ولا هتعصر الغسيل. فطبعا عايزة اقول لكم كانت مأساة بالنسبة لي. طلعت الغسيل ودخلت المنشر الحديد عندي في الحمام، وبدأت ان انا اطلع الغسيل من الغسالة في الطبق البلاستيك، اشطفه واعصره جدا 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 على قد ما بقدر، وبدأت ان انا احطه على المنشر ان هو يصفي المية اللي فيه. والكلام ده انا بيته من بالليل للصبح، وبرضو عايزه اقول لكم بات. وطبعا عارفين غسيل الشتاء تقيل، ولقيت برضو فيه ميه موجوده معايا. دي كده الحبال، انا بصوا ربطتها جامده على قد ما قدرت، وربطت 9 حبال زي ما قلت لكم. وفي المسافه دي ان شاء الله هجيب اربط فيها حوالي 3 حبال كمان، هتنفع معايا، هيبقى عدد الاحبال اكتر، هتنفع معايا في الغسيل. عايزه اقول لكم ده بقى تاني يوم الصبح، يعني الغسيل اللي انا بنشره ده عشان ما ينقطش كتير، زي ما قلت لكم غسلته وبيته في الحمام على المنشر، وسبته ان هو يبقى مدلدل كده من شمال ويمين كده، عشان خاطر ينقط كل الميه ويصفي كل الميه اللي موجوده معاكي. وبالرغم الفوق اللي على الوش يعني مفيش، بس بصوا اللي تحت للاسف برضو في ميه، فبدات اعصر قبل ما انشر. وعايزه اقول لكم يعتبر الغسيل قعد معايا 3 ايام شويه دول على ما نشفوا. فالعصاره نعمه جامده جدا في الغسالة، وبالأخص في الشتاء. طبعا احنا لو في الصيف هتبقى هدوم الصيف خفيفة والشمس حامية معانا، ممكن الدنيا تبقى سهلة شوية. انما في الشتاء والهدوم تقيلة بالشكل ده، يعني والله بجد 3 ايام، يوم اتصفى ويوم نشرته ده واليوم اللي بعديه لميته، 3 ايام على ما نشف معانا. خلاص بقى نشرته وبدأت ان انا اروح شغلي. وطبعا كلمت بتاع الصيانة يجي يشوف لي الغسالة فيها ايه، فهو اللي قال لي ان الموتور بتاع العصارة اتحرق. وطبعا اختي ربنا يديها الصحه هي كانت راكنه غساله عندها، كان الحله بتاعه الغسيل مخرومه، فبعتتها لي قالت لي خلاص احنا ناخد الموتور بتاع الحله دي مؤقتا نشغل بيه، بتاع العصاره دي مؤقتا نشغل بيه الغساله عشان ما توقفيش، لان طبعا غسيل الشتاء صعب، ونبدا نلف الموتور ده او نشوف موتور جديد، لان لقينا الموتور هيصلحهولي ب1500. فطبعا ربنا يديها الصحه ويصلح حالها يا رب، وفرت عليا ال1500. وجي بتاع الصيانه زي ما انتم ما شفتوا كده نقل الموتور من الغساله القديمه للغساله اللي موجوده عندي، والحمد لله الحمد لله اشتغلت وربنا يعديها على خير. طب هي كانت باظت من ايه؟ قال لي كان الجلده بتاعه العصاره فوتت، او يعني بقت وسعت فبتنقط ميه على الموتور، وفعلا كان بيطلع صوت عالي العصاره، وانا مش في دماغي بحسب الجلده عايزه تتشحم. قال لي لا ده كانت الجلده عايزه تتغير كلها، وبالتالي بقت بتسقط ميه على الموتور وانا مش عارفه، وكنا بنتكهرب منها. فقال لي انت طبعا عشان ما جبتيش حد يشوفها فالموتور ما استحملش واتحرق، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله صلحناها وربنا يسترها. وحاجه بعد كده خلاص خدت بالي منها، وعرفت لما اسمع الصوت ده ان في مشكله في الموتور لازم اظبطها. تعالوا بقى نشوف الكتاكيت اللي احنا جبناها. هنا كنت بجهز لهم قبل ما يجوا، بدات ان انا انضف في الارض حواليهم، وبدات احط الشوله والشكاير دي ادفي واقفل بيها الفتحات بتاعه البطاريه ديت، عشان خاطر تبقى الدنيا دافيه ليهم، لان طبعا الاوضه واسعه فهتبقى ساقعه عليهم. وبدات ان انا املى لهم ميه واشغل اللمبه، بحيث ان المكان يكونوا هم جايين من عند الدكتور يبقى المكان دافي ليهم، وتبقى الدنيا جاهزه ومستعده ليهم. حطيت شويه ميه فتره زي دمعه العين كده، ما تبقاش سخنه وما تبقاش ساقعه طبعا عشان احنا في الشتاء، فحطيت شويه الميه الفتره دول عليهم معلقتين كده عسل اسود،
حطيت 2 لتر عليهم معلقتين عسل اسود كده تقريبا، وبدات ان انا اقلبهم حلو في الميه وحطيناهم في السقايه وجهزته لهم. عايزه اقول لكم الطوب اللي انا رافعه عليه السقايه والعلافه دوت بعد ما جبت الكتاكيت لقيتهم طبعا صغننين خالص، فبدات اشيل الطوب ده تاني وحطيت لهم السقايه والعلافه تاني على الشبكه الصغيره اللي انا حطاها. طبعا الشبكه الصغيره اللي بتبقى محطوطه في القفص دي شبكه تحضين، فشبكه التحضين دي بتتجاب بتتحط اول اسبوع 10 ايام عشان الكتاكيت على ما رجليها تكبر، وبعد كده بنبدا نشيلها ونحط بقى معانا القفص ذات نفسه من غير اي شبكه ومن غير حاجه. بسم الله ما شاء الله جبتهم. عايزه اقول لكم الاسعار غاليه جدا، انا كنت مستنيه ان الاسعار تهدى، عشان كده فوتت اول اسبوع من رمضان ان الاسعار تكون هدت شويه وتكون الناس جابت حاجتها، بس برضو جبت الكتكوت ب35 جنيه، 35 او ب36. انا جبتهم يوم 14، انا جايباهم يوم 14/2. فعايزه اقول لكم بصراحة الأسعار صعبة جدا جدا طبعا، والعلف الكيلو ب35، بس طبعا انت لو قعدت حسبتيها هتبقى اوفر لك من ان انت تروحي تجيبي كيلو الفراخ ب100 جنيه. فانا قعدت كده حسبتها ما بيني وما بين نفسي ان انا حتى لو جبت الكتكوت ب35 هياكل معايا 3 كيلو علف، الكيلو ب35 يبقى ب105، يبقى الكتكوت واقف عليا ب140. هقول هجيب له تحصينات، هجيب له علاج، هجيب فيتامينات زي ما يكون، هقول 10 جنيه كمان ليه، هيبقى الفرخة في الاخر وقفت معايا ب150، وممكن تديني 2.5، ممكن تديني 3 على حسب انا هسيبها كام يوم. طبعا عدد الايام كل ما بتزيد في الايام الاخيره بتفرق معاكي جدا في وزن الفرخه في الاخر. فطبعا انت ونصيبك يعني، وساعات في فرخه او 2 ممكن تخسريهم، دي كلها انت ونصيبك. المهم ان انت اول اسبوع تحافظي عليهم في التدفئه وتحافظي عليهم ان هم ما يغرقوش وياخدوا برد منك، هتلاقي الدنيا ان شاء الله مشيت معاكي وتلاقي الدنيا تمام باذن الله. فهم زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك زي الفل معانا، وان شاء الله تكمل على خير. هنحاول نجيب فيتامينات ليهم، هنحاول نجيب حاجات ليهم، لان طبعا هم لازم يحتاجوا علاج ويحتاجوا تحصينات ويحتاجوا فيتامينات معانا. ان شاء الله هجيب الحاجات دي. وطبعا اللي عايز يعرف بالتفاصيل ايه اللي ممكن يعمله، ممكن طبعا يتفرج على الفيديوهات بتاعه تربيه الطيور. انت هتستفادي اكتر من الموضوع ده بصراحه، اكتر ما انا هفيدك. انت طبعا مع ممارسه الموضوع وانت بتسمعي الفيديوهات دي هتفرق معاكي، لان انا طبعا مش بارعه قوي في تربيه الكتاكيت، انا على قد كده بربي على قد ما ربنا بيسرها معايا، والحمد لله ربنا بيكرمني فيهم. وبكده اكون خلصت معاكم روتيني البسيط. عايزاكي يا قمر ما تنسنيش باللايك، واشوفك في فيديو جديد. مع السلامه.